السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده جميل جدا جدا، بس انتوا تابعوا للاخر. النهارده هنتعلم ازاي نعمل بيتي فور بطريقه سهله وبسيطه جدا في البيت لكل العرايس اللي داخله على جواز او لمناسبه او اي حاجه، او لو من غير اي مناسبه هنعمله لبيتنا لاولادنا. مش مكلف زي بره طبعا، زي ما بنشتري من بره وبكميه كبيره جدا جدا. بصوا الكميه دي كلها من كيلو دي واحد بس، بسم الله ما شاء الله. هتشوفوا دلوقتي الكمية قد ايه. طبعا لما نشتري من اي فرن بره او اي حلواني هنجيبه بكمية قليلة وسعره عالي جدا جدا دلوقتي. آم، انتوا طبعا بنات يعني ما شاء الله عليكم شطار، بس لازم تتعلموا ان كل حاجة نعملها في البيت، ما نستسهلش ونعمل حاجتنا كلها في البيت كده. يلا نبدأ بقى الفيديو، نسمي بالله. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بس لو اول مره تشوفي قناتي يا ريت تنوري باشتراكك جميل، وما تنسيش في اللايك والشير وتعليق حلو منك يحفزني كتير ويشجعني كمان. نبدا بقى بالمقادير بتاعتنا. ده كده المقادير دي كلها كيلو بيتي فور. هنشوف كده بسم الله ما شاء الله طلع لنا قد ايه زي ما انتوا شفتوا. بصوا المقادير بتاعتي هنا معايا. اول حاجه معايا دقيق، نوع الدقيق ده اسمه السلطان. جميل جدا ونوعه حلو قوي. طبعا اي نوع انتوا بتفضلوه هتعملوه، اللي انتوا متعودين عليه. يعني معايا هنا دي سمنة فرن، مش متجمدة قوي، يعني كويسة يعني جامدة شوية، مش سايحة قوي. معايا هنا 4 بيضات وصفارة واحدة بس. دول كوبايتين سكر بودرة بمقدار 300 جرام. لو بالجرامات يعني، لو انتوا حابين تعرفوا الجرامات، دول 300 جرام سكر بودرة. انا طحناه في البيت، مش شاريه مطحون من بره، لان طبعا الافضل ان احنا نطحنه في البيت احسن من نشتريه من بره. سكر البودرة اللي بره بيضيفوا له حاجات كتير، الله اعلم بقى بيضيفوا له ايه، بس هو طبعا مش زي البيت. مش حابين طبعا تطحنوا، او اللي ما عندهاش مطحنه ما فيش مانع يشتروه عادي خالص. في ناس كتيره بتشتريه من بره، وفي يعني اوقات انواع سكر كده بتبقى كويسه. جبت هنا الميزان بتاعي، طبعا حطيت عليه طبق، ودوست على الصفر. بعد ما تحطوا الطبق يا جماعه تدوسوا على الصفر عشان يطلع لكم الوزن صافي. يعني بصوا الوزن اللي هيطلع لي ده صافي من غير وزن الطبق. معلش الصوت اللي معايا ده، في ناس جنبنا بقى بتوضب، ربنا يوسع لنا على الجميع، فمعلش لو هو عامل لكم ازعاج حقكم عليا. جبت معايا هنا الزبدة، كانت ماسكة نفسها شوية لكن مش متجمدة. انا مش عايزاها متجمدة عشان هخبز بيها على طول، بس قلت اوزنها عشان اطلع طبعا الوزن بتاعي او المقدار بتاعي اللي انا هعمله على الدقيق. كيلو الدقيق بياخد يا جماعة 750 جرام، يعني كيلو الا ربع. ما عندكمش ميزان ممكن توزنوه عند المحل اللي انتوا هتجيبوا منه الزبدة، تقولوا له بس معلش طلع لنا كيلو الا ربع للي ما عندهاش ميزان. او لو انتوا هتعرفوا تعيروه بكوباية او اي حاجة زي كده. خلاص، يعني اهم حاجة تتصرفوا في الموازين. بس كده حطيته كده في بولة. الزبدة الفرن من الزبدة الجميلة، طبعا كل واحد متعود على نوع برضو زبدة يعمله، مفيش اي مانع. نيوزيلندي او اي زبدة كريستال او اي نوع زي ما انتوا حابين او عايزين. في ناس كمان بتعمله بسمنة مش بزبدة، فاللي متوفر عندكم ما تقولوش على اي حاجة لأ. كل حاجة ان شاء الله بركة ربنا هتبقى كويسة جدا. بصوا ده السكر، حبيت كده ان انا اخلطه اللهم صل على النبي. حبيت اخلطه مع الزبدة كده الاول بالشوكة، عشان لو حطيت طبعا المضرب فيه هيعمل لي زي عفار وهيبهدل لي الدنيا. انا حبيت كده ان انا ادخل السكر في الزبدة. آه بصوا يعني ما تخلوش حاجه تقف قدامكم. انا بصوا انا بحب قوي قوي ان انا اجازف واعمل كل حاجه في البيت، ما بحبش ان انا اشتري حاجه من بره. حتى لو الحاجه ما بعرفش اعملها انا بعافر وبعملها، حتى لو باظت مني اول مره طلعت معايا مش مظبوطه بحاول مره واتنين لحد ما بتعلم ان انا اعملها. مش عيب ان الحاجه تخرب مننا اول مره، بس نتعلم بعد كده ما نستسهلش نشتري اي حاجة من بره وخلاص.
والله والله بجد الخبيز ده بيدي طاقة كده في البيت وفرحته جميلة جدا. ريحة الخبيز اصلا بيبقى بتملى، والله بتملى بجد البيت بركة. غير ما ولادنا كمان بيفرحوا معانا واحنا بنفرح كمان بريحة الخبيز، بنفتكر ايام زمان. ايام زمان بجد كانت طقوس خبيز العيد دي يعني حاجة كده ما تتفوتش. استحالة كنا نشتري اي حاجة جاهزة من بره، لا لازم كل حاجة نعملها في البيت. كنا بنستنى اخر رمضان ده بالذات عشان نعمل الكحك والبسكوت. فالطقوس دي بجد يا ريت نحافظ عليها بجد، لان في حاجات كتير احنا افتقدناها ما بقيناش نعملها زي زمان. بجد الحاجات دي يعني انا عن نفسي بتفكرني بايام زمان وحلاوة زمان وحلاوة كل حاجة بصراحة. ما بقتش دلوقتي كتيرة قوي، في ناس بقت تستسهل كده اي حاجة تشتريها. بصوا زي ما انتم شايفين كده، انا نقلتها في حاجة اكبر عشان تبقى واخدة معايا براحة. بقت زي الفوم اهو زي ما انتم شايفين. ضربت السكر والدقيق لحد ما بقى زي الفوم. وبعد كده جبت البيض، بدأت انزل بضاية بضاية كده عشان برضو يبقى زي الفوم، وانتوا هتشوفوا ازاي. جبت هنا باكت فانيليا لكل بضاية. هحطهم بالطريقة دي عشان يمنع الزفارة. الفانيليا دي الاكياس دي انضف من الفانيليا السايلة، لان اوقات ما بتبقاش كويسة. طبعا هي ليها ماركات او ليها اماكن بتتباع فيها. فانا بفضل الباكت لاني بجد ريحته نفاذة جدا وجميلة. بدأت كده اضرب فيها. شايفين بقت زي الكريم، زي كريمة التورتة اللي احنا بنعملها. خفة وهشة جدا جدا. هبتدي بقى انخل الدقيق، هو نضيف جدا برضو بس لازم انخله علشان يبقى فيه هوا كده وتبقى العجينة هشة معايا وجميلة جدا. اهو تشوفوا دلوقتي، بصوا العجينة طلعت بجد انا راضية عنها جدا. انا على فكرة ما كنتش ضليعة خالص في موضوع الخبيز او الحاجات دي. بس واحدة واحدة ان شاء الله انا اتعلمت ولله الحمد. وكمان هفضل اتعلم، كلنا هنفضل نتعلم لغاية ما نموت، ربنا يدينا العمر الطويل يا رب والصحة. بدأت احط الدقيق كده واحدة واحدة. انا مش بعجن يا جماعة، انا بدخل بس الدقيق جوه المكونات بتاعتي. لكن انا مش بعجن لاني مش عايزة العجينة تهبط معايا. عايزة العجينة هشة كده وانتوا هتشوفوا. بسم الله ما شاء الله. الزبدة كمان جميلة جدا في العجن معايا الحمد لله ما فصلتش، لان في عجين بيفصل فيه. الزبدة بتفصل المية بتاعتها فيه، فهي الحمد لله. ما تحاولوش تعجنوا فيها كتير او تعرضوها لمكان سخن كتير. يعني تخلوا لو المطبخ سخن قوي معاكو تعجنوها في اي مكان بعيد عن المطبخ. شايفين انا كده شطفت ايدي قبل ما اختبر العجينه كويسه ولا لا. لان لما العجين بيبقى في ايدك مهما تختبريها هتلاقيها ملزقه في ايدك. لكن تشطفي ايدك وتنشفيها وحطي ايدك على العجين، لو طلعت نضيفه زي ايدي كده تبقى العجينه كده تمام وشغاله. بسم الله ما شاء الله. جبت بقى مكانه البيتي فور. ما عندكيش بكيس حلواني؟ ما عندكيش كيس حلواني، ابسط حاجه خالص ممكن تعمليها بمنقاش الكحك، ممكن تعملوها باي طريقه. اهم حاجه تعملي حاجتك في بيتك ولولادك باي شكل وباي طريقه زي ما انت عايزه. انا كان عندي قرطاس بصراحه، بس جيت بفتحه لقيته شاط مني. الكيس بتاعه شايط، فانا ما كانش في وقت ان انا اشتري غيره. والمكنه كمان كان فيها اشكال جميله وقلت قلت مش مشكله. اشكال المكنه جميله جدا. فاي حاجه ما تقفوش عندها. فبدات كده اشكل الاشكال دي، الشكل ده كان عاجبني قوي برضو. انا ما حاولتش ان انا اعمل اشكال كتير لان المكنه فيها 20 شكل كمان. بدات ان انا اعمل كده، يعني انا عملتهم كلهم 3 اشكال بس دول يعني اكتر حاجه كانوا عاجبني. وبس كده بدات ان انا اشكل. شايفين اوقات بقى تنزل معاكي واحدة مش مظبوطة بتشيليها عادي مفيش اي مشكلة. الشكل اللي ما بيبقاش عاجبك تشيليه وتحطي غيره زي كده بالظبط. انا في حاجات ما كانتش بتنزل مظبوطة كنت بشيلها واحطها في قلب العجين وارجع اعمل غيرها. اهو زي ما انتم شايفين بدأت بقى ان انا اعمل في الشكل التاني. كان القلب برضو كان جميل جدا. كان سهل معايا قوي بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده كان برضو القلب اللي مش بيعجبني كنت بشيله. لو وصلتي معايا لهنا تعالوا نصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ويا ريت لو
الفيديو عجبك او استفدتي منه ولو بكلمة تشجعيني بلايك منك، واللي مشتركتش تشترك معايا تستفادوا ان شاء الله معايا وفيديوهاتي يا رب كده. اتمنى ان هي تعجبكم. شايفين السوا كان بسم الله ما شاء الله جميل جدا. انا شغلت الفرن بتاعي، ده فرن البوتاجاز. تحاولوا تشغلوا الشواية والفرن من تحت بس تظبطوا النار وتخلوا الشواية مش عالية ولا النار عالية عشان ياخد راحته في السوا. هو ما بياخدش اكتر من 7 دقايق بالظبط على النار جوه الفرن يعني. وبدأت ان انا اطلعه كده. انا ما بدهنش الصواني زي ما انتوا شفتوا لانه هو طبعا كله زبدة. شايفين دي برضو الفرن الكهربائي، انا بدأت ان انا ادخله كده برضو تشغله فوق وتحت. مش بياخد وقت خالص. بدأت ان انا بقى اعمل البوتيفور بتاعي كله بالطريقة دي واسويه. بجد العجينة كانت ناجحة مش ناشف. مسك نفسه بس هو ناعم قوي يعني تمسكه في ايديكم كده. الحمد لله. طعمه جميل جدا برضو بسم الله ما شاء الله. انا على فكرة اول مرة اعمله لوحدي انا خالص كده، وطلع الحمد لله ناجح معايا. يعني كل البنات كده تتشجع زيي زي ما انا اتشجعت كده وعملته لوحدي المرة دي وطلع جميل قوي. وهتشوفوه للاخر، كملوا انتوا بس الفيديو. شايفين كله سوا واحد وزي بعضه الطريقة دي من تحت كده محمر وشكله جميل لونه ذهبي. شايفين دي رسمة القلب برضو كانت طالعة جميلة قوي بصراحة، والرسمة بتاعتها مسحتش ولا اي حاجة. حبيت بقى اعمل حبة بالشوكولاتة او حبة بالكاكاو. جبت هنا معلقة زبدة وحطيت عليها 3 معالق من الكاكاو عشان الزبدة طبعا ما تسيحليش، علشان الكاكاو ما نشفش العجينة وفي نفس الوقت يعادل العجينة بالظبط مع الزبدة. حطيتهم كده مع بعض وهبتدي بقى اعجن العجين بتاعي. يعني انتوا لو حطيتوا الكاكاو من غير زبدة هيبتدي ينشف العجينة لان طبعا الكاكاو بيشرب السوائل. فانا حطيت معلقة الزبدة دي عشان يعادل العجين يبقى مظبوط برضو اهو زي ما انتوا شايفين كده. برضو كانت اللي بطعم الكاكاو ده جميل جدا. برضو بدأت ان انا اعمل برضو نفس الاشكال بالظبط. اهو شايفين تبتدي بقى تملوا المكبس بتاع المكنه بتاعه البيتيفور. زي ما قلت لكم ما عندكوش المكنه دي تحطوا في قرطاس بتاع الحلويات. القمع ده اللي فيه كذا شكل برضو بس بيتعمل يعني شكل واحد. بصوا دي الكميه اللي طلعها لي اللي من غير كاكاو، اللي هو بالفانيليا الابيض بس كده. وتعالوا بقى نشوف اللي هو بالكاكاو وهيطلع لنا قد ايه. شايفين برضو العجينة ما شاء الله ناجحة جدا. وشايفين بصوا اهو حتى لما زودت الكاكاو وظبطت الزبدة بتاعته طلع بسم الله ما شاء الله اشكاله حلوة وجميلة جدا زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى عشان تختبروا العجينة استوت ولا لأ، بنحط حتة كده فاتحة معاهم، حتة عجينة فاتحة، لان اللي بالشوكولاتة طبعا مش بيبقى باين السوا بتاعه، مش بنعرف ان كان احمر ولا لأ. انا بحط كده حتة فاتحة من غير كاكاو، وطبعا الفاتح بيبان في السوا عشان بس اعرف بس كده ان هو استوى ولا لأ. جبت بقى المكنة وجبت طلعت بصوا طلعت مصارينها كده ومخليتش فيها اي حاجة. آه انتوا عارفين طبعا ان العجين ده متكلف يعني ما اقولكوش. ما خليتش بقى اي فتفوته كده في العجينه في المكنه وطلعتها. وطبعا ما فيش قرطاس ما فيش حاجه ان انا اعملها بيها، قلت اتصرف كده ادخلهم مع هيئه رخام اللي هو الشكل الرخامي يعني. وبدات ان انا اكوره كده وهبتدي بقى اعمله بمنقاش الكحك ما فيش اي مشكله. شايفين شكله جميل ازاي. وكمان لو ما عندكش منقاش الكحك في اللي هي العلبة او النقشة اللي هي بصوا في بتاع البلاستيك دي، انا مش عارفة اسمها، المكبس مكبس الكحك. وبدأت بقى اشكل كده الاشكال دي وبدأت اسويه. اختبرت بقى السوا ازاي، مسكت الحتة الفاتحة دي في كل صاج لقيتها الحمد لله استوت وطلع جميل جدا. شايفين بقى الكمية برضو اللي هي بالكاكاو بسم الله ما شاء الله. الكمية انا كنت راضية عنها جدا من كيلو دقيق. بصوا وصلت الكمية قد ايه من الفاتح والغامق بسم الله ما شاء الله. الكمية كانت جميلة جدا بصراحة. شايفين انا كده جمعت كله مع بعضه.
الفاتح مع الفاتح والغامق مع الغامق. بصوا بقى لما تيجوا تعملوا الحشوة، اي حشوة تيجي على دماغكم تعملوها، اي حشوة انتوا حابينها بتفضلوها سهلة بالنسبة لكم. البيتي فور اي حشوة بتمشي فيها بصراحة. جميل جدا جدا. شايفين؟ بصوا انا بوريكم كده ان العجينة بتاعتي عاملة ازاي، وطلع بجد دايب كده وجميل قوي. انا كنت فرحانه جدا جدا لان انا بصراحه اول مره اخبز حاجه لوحدي، وقلت هجازف كده واعملها مع نفسي، بس قلت اوريكم كده انا عملتها ازاي وعشان تبقوا معايا. والله دي اول مره بجد اعمل فيها لوحدي. وشايفين طالع جميل ازاي؟ للبنات اللي بتخاف وتقول انا خايفه يبوظ مني ولا خايفه اعمله، لا تشجعي ويلا بينا نشوف الحشو بتاعنا. دي شوكولاته خام، اللي هي الشوكولاته الدارك دي، اللي ممكن تشتريها سايبه، ممكن تجيبيها كده. انا جبتها بالطريقه دي كده وهبتدي اكسرها. ممكن بقى تعمليها في حمام بخار، يعني حلة او اي حاجة فيها مية، وتحطي فيها طبق فيه الشوكولاتة دي. برضو لما تسيح، لو عندك فرن كهربائي تحطي حاجة بتتحمل الحرارة وتحطي فيها الشوكولاتة، هتبتدي برضو تسيح زي ما انتوا هتشوفوا بالطريقة دي كده. انا جبت الشوكولاتة بتاعتي وسيحتها بالطريقة اللي انتوا هتشوفوها. بدأت ان انا اجيبها واكسرها كده حتت صغيرة عشان تبقى سريعة معايا في الذوبان، او ان انا ادوبها بسرعة في الفرن الصغيرة. حطيتها طبعا، البولات دي بتتحمل الحرارة كويس قوي. في انواع كتيرة جدا جدا شوكولاتة اللي انتوا تفضلوه او الماركة اللي انتوا حابينها. اهم حاجة تديكم النتيجة المظبوطة. هبتدي بقى ادخلها جوه، وعلى ما تسيح معايا عشان اسهل على نفسي بصراحة وانجز كده بسرعة، جبت البيتي فور بتاعي كله وفي الصاج زي ما انتم شايفين. وبدأت بقى ان انا افصل الاشكال عشان يبقى سهل معايا. بدأت ان انا احط كل رسمة لوحدها زي ما انتم شايفين كده، عشان يبقى سهل معايا ان انا اخد من كل رسمة، ما ياخدش وقت معايا في التزيين او التشكيل، ومش هياخد وقت معاكي. لو عندكم اولاد صغيرين ممكن يساعدوكوا. بجد الاطفال في الحاجات اللي زي كده، بس طبعا ما يكسروهاش عشان حرام، يعني احنا تعبنا فيه. بالراحه كده تخليهم يساعدوكم في الحاجات دي، بيفرحوا جدا جدا بالخبيز، وبيفرحوا كمان بمساعدتهم لينا. بس اهم حاجه يعني واحده واحده وما يبوظوش الحاجه. بدات ان انا كده فصلت اهو نقشه، وادي النقشه التانية. انا كنت بصراحة بخلي ولادي يساعدوني بس في حاجات، يعني في حاجات وحاجات، لان كنت خايفة عليهم جدا ان هم يبوظوا مني، لاني يعني حابة اني اول مرة تطلع الحاجة كويسة معايا زي ما انتم شايفين. والحمد لله طلعت زي الفل كمان. جبت بقى الشوكولاتة هنا، شايفين ساحت معايا، وبدأت ان انا اقلبها بالشوكة كده علشان ادخلها في بعضها كده وتبقى سايحة معايا وحلوة. طريقتها سهلة جدا جدا، ان تسيح الشوكولاتة كمان. جبت هنا بقى بصوا معلقة زيت او معلقتين، وبدأت ان انا اقلبها كده عشان تديني اللمعة الحلوة. ما تخافوش، الشوكولاتة مش بتمنع الزيت، قصدي مش بيمنع الشوكولاتة ان هو يتماسك، لا بالعكس، هو بيديها لمعة بس كده، لكن هي بتمسك في بعضها. جبت هنا شوكولاتة وبدأت ان انا احطها في قلبها كده وامسكها في النص بالطريقة دي. احنا كنا الاول بنعمله بمربى، عندك مربى برضو، اي نوع مربى بتمشي وبيبقى طعمها برضو جميل جدا، بس انا حبيت المرة دي كده ان انا اعمله بالشوكولاتة، يعني تغيير عن كل مرة. كل مرة بنزينه بالفلور والشوكولاتة الفرماسيل اللي هي الوان دي، بس انا المرة دي حبيت ان انا اعمله بشوكولاتة بس كده. التزيين زي ما انتوا عايزين. بصوا بقى الشكل، بدأت ان انا احط كمان واحدة بيضة مع واحدة بالشوكولاتة. حبيت ان انا ازين كده، اعمل اشكال. اهو شايفين، دي ابيض مع ابيض، دي شوكولاته مع ابيض. وزينتها بالشوكولاته بالطريقه دي كده، جميله جدا جدا. يا رب ما تكوني مليتوا من الفيديو بتاعي. وشايفين من كيلو دقيق طلعنا قد ايه، وشكليا جميل جدا وطعمه كمان احلى واحلى. اتمنى ان انتوا كده، اتمنى بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اشتراك ولايك وشير وتعليق حلو منكم. ربنا يكبر بخاطركم يا رب كده ويحسن ما بين ايديكم. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، واسيبكم على خير، واقول لكم السلام عليكم.